الدولار ينفذ من السوق وأمريكا تضع حلولا أمام السوداني لحل تلك الأزمة. صرحت مصادرنا من داخل حكومة السوداني أن الحكومة الأمريكية خلت بعض الشروط قدام السوداني وكابينته لحل أزمة الدولار، لأنه بالفترة الأخيرة الكل يعاني من نفاذ السيولة من السوق، واللي عنده دولار ما مستعد يصرفه وضامة لليوم الأكشر. ومن الشروط اللي حددوها للسوداني هي أولاً اتفاقات جديدة حول بقاء القوات الأمريكية داخل العراق، ثانياً زوال وإنهاء الهيمنة الإيرانية داخل الأراضي العراقية، ثالثاً السيطرة على جبهة المقاومة في العراق وبالتحديد الحشد الشعبي. وقالت مصادرنا في حال عدم تطبيق السوداني لهاي الشروط راح تكون زوال حكومته قريبة وعرشه في الحكم ما باقي له شي وينهار، لأن اللي دا يصير من تدخلات من الأرجنتينيين وصلت حدها ولازم يطلع لهم الكارت الأحمر، لأنه إذا ما صار اللي رادوه فعلى العملة العراقية السلام.